هنا يا جماعه واحنا بنلبس الملاك. بسرعه الملاك والشاكين معاكم. ودلوقتي احنا لبسنا الملاك اللي هو المفروض في مسؤوليه قدام شغالين السمك. ده الملاك اللي هيطلع هياخد الناس طبعا، الناس هيتصدموا ومش هيلاقوا واقفين بس رايحين معاهم. انا يا جماعه سواق غلبان على قد حالي، بس العربيه بتاعتي باظت وان شاء الله يعني هخش السمك الحمد لله. انا دوري مساعد السلطان الكبير، ومعايا كمان مساعد جامايكا هو، وهنحارب الملايكه وناخد الناس اللي يعني تبعنا احنا اللي عاملين خطيه وهم بيحبوا احنا. مقتنعين بدوركم؟ وكل من هو يعمل خطيه ده حبيبنا احنا، ده بتاعنا. مقتنع بدورك يا جامايكا؟ هتحارب الملايكه ازاي؟ مقتنعه بدوري. هتحارب الملايكه ازاي؟ هحاربهم كده بقى وكده. سيادتك جايب اكل معاك طبعا. انا جايب خيار وبرتقال. بنسمع على طول انك في مشاكل مع المخرج بتاعك. والمخرج بتاعي دي عاملين مشاكل بالطلبات بتاعتي. يعني يا جماعه انا جايب بالانتاج بتاع الحفله مصاريف اشيلها في المونتاج، اللبس وكل حاجه والاكل والالوان دي انا اللي دافع حسابها، وفي الاخر يعني مش عارف اقول لك ايه، بس بصراحه يعني انا بحب كده. انا سعيد جدا ان عملنا مسرحيه السنه دي، وكان معايا كاست جميل جدا من المسرحيه هتشوفوه. من ضمنهم مارينا الملاك، من ضمنهم الملاك مارينا يا جماعه وستيفن. فريق عمل كويس جدا، انا بشرف بيه. وده المخرج اللي خلق كده. حد يا جماعه يحب يقول اي كلمه تاني؟ حد يحب اي بيرو لو حد رنا قول كلمتك، انت معانا في المسرحيه، قول كلمتك. ربنا وفقنا ونكسب الماتش 2-0 ان شاء الله. يا مسهل يا رب. هذه موقع الشياطين الفيسبوك. شطرة رشيد وتصفن الرقم السري من 4 فيسبوك. برافو. ايه هو لسه موقع شياطين مصر بيحارب المملكة بتاعتنا ولا ايه؟ هم فاكرين انهم قدنا. يا ابني ابعت الرسالة وخلصنا، خلينا نخلص الشغلانة دي. الواحد مننا الشيطان يعرف الولد على البنت على اساس انهم يتسلوا يعني كام سنة، وفي الاخر في اللي بجد عايزين يتجوزوا. ده ناس يا ابني انت اتعرفت عليها ازاي وسبت اللي قبلها ازاي. يلا هي اخرك نحط لك واحده. وبعدين انا زهقت من الفيسبوك. البني ادمين دول ليل نهار على الفيسبوك ما لهمش حاجه، تعبونا وتعبوا اعصابنا. لا فيسبوك ولا بتاع. انتوا تاني زي كل سنة هنا برضه. انت مش عندك شغل وسايب الشغل جوه هنا تعمل ايه؟ محدش هينفعك. انتوا نسيت الطابور في الحركوسة اللي اتجوزت عشان روحت متأخرة للحفل بتاعت السنة. وانت اللي هناك انت مش هروح حفل وتعرف اني مش عاوز اضحك مش هيكف. انتوا كلكم بتعملوا هنا وعملوا حفل كاس السنه يضحكوا عليكم بكل مسرحيه. اي حد يعملهم وبعدين يضحكوا عليكم بشويه تزقه وقداس. طب ما احنا كل اسبوع بنحضر قداس، يعني لازم الاسبوع ده القداس يوم السنه دي يعني ده كمان مش مهم. خليكم مسكين يعني مش هننفعكم حتى في الكنيسه. اسمعوني انا
هنا. الو يا ابليس، ايه شغل حالا. يا هلا جمايكا، اخيرا وصلت للدرجه دي، اخيرا عرفت انا الكفاءه يا وصلت يا كبير. انا كنت عارف انا هوصل، بس زي ما انت عارف كده اجراءات الشيطنه بتاخد وقت، بس ادينا وصلنا. فعلا يا كبير، الشيطان مناسب في المكان المناسب. بصراحه يعني كده انا جمايكا، ايه رايك فيه؟ مظبطك يعني خروجات، سهر، فسح، هناك مظبطك على الاكل، ايه رايك فيا؟ انا عمري ما همسك اميلك دي يا كبير، عمري ما همسك اميلك دي يا كبير. انا هفضل طول عمري مفتخر بانك علمتني الفشل. انت فشل ايه وانحراف ايه؟ ده احنا اول يوم لينا في الشغل النهارده مع الكبير، وغير كده هو ما يعرفش ان احنا فشلة. ازيك يا كبير؟ جاهزين معاك للشغل من النهارده. انت ايه اللي جابك هنا اصلا؟ وائل فتحي، عجبك اللبس؟ يا ابني يا مساعد المملكات يا فاشل. يا كبير انا ما اسمحلكش بكده. معلش ايه وضعتك دي يا كبير؟ شيل الوش عشان يا عدي ما تمسكنيش بالتمرين بتاعي. لا هساك يا عزاوي، انا تعبت منك ومن فخرك. بقول لك يا جماعه، بص يا حبيبي، شيل الوش. بص يا جماعه، بص يا حبيبي، بقول لك ايه، اطلع يا جماعه وانا هديها لك بعدين. لا خليني يا كبير. يا حبيبي روح وانا هديها لك بعدين. لا خليني. ما انت شايف الكبير بص بيه، يعني ينفع كده. روح انت يا حبيبي. بصراحة كده أنا عايز أتفرج عليك وأنت بتتهزق. ايه الغبا ده؟ ايه اتهزك ده؟ بقول لك اطلع بره واتفرج عليك الناس كلها بره. يلا بره. مولاي يا ابليس، يا مولاي ما ينفعش بعد طول العمر ده والخدمه والناس اللي وقعتها تبعت له بسرعه فاشل يا مولاي. يا مولاي ده بيجيب الضغط، ده كان فاشل في اداره المرور الشيطانيه، تبعتهولي في اداره القبض على الارواح؟ لا يا مولاي، لا انا ما اقبلش. اقول ايش ازاي يا مولاي؟ انا مش بتاع كوسه وانت عارف كده كويس، انا مش زي البني ادمين. يا ابني بقول لك كل عيب. انا مولاي انا ماليش في الكوسه يا سلام، انا مش هكلمك يا مولاي. بتقول حاجه يا كبير؟ ايوه بقول انك فاشل وهتفضل طول عمرك فاشل. الصدم. صدمت. شكلك الصدم لازم تصطدم. ما انت لو كنت نزلت وعشت مع البني ادمين كنت جيت افشل مني. افشل منك يا مساعد؟ انتوا جرخيخ فاشل. لا من حقك تقول كده، من حقك. كان الشيطان منكم زمان يقعد يتحايل على الواحد يوم، شهر، سنة عشان خاطر يسرق ولا يكتب. تعال شوف الوقت. شوف ايه يا مساعد؟ الشيطان هيفضل طول عمره الشيطان وليه عزه وكرامه، والانسان ضعيف وجبان ويخاف مننا. لا ده كان زمان، الوقت البني ادم ما فيش بني ادم ولا حتى شيطان، عشان عمر الشيطان مننا ما يكتبش ولا يسرق ولا يخرج من الشيطان زي للدرجه دي بتخاف من البني ادمين؟ بخاف ولازم اخاف، تخيل كده، تخيل وانت واقف وبني ادم يجي ماسك سكينه وبيدبح في اخواته وانت واقف خايف، هو
السكينه تفلت وتخطم رقبتك ولا يجي لك واحد تاني يبقى محط مفجرات في هدومه ويبص على بني ادمين غلابه قاعدين ويروح مفجر نفسه وتلقى نفسك رحت ببلاش. خلاص مش عاوز اسمع كلام ده تاني. لا خلاص اسمع، لازم تعرف الفشل اللي انا وصلت له ده مش من فراغ. يا جامايكا يا جامايكا ايوه يا كبير. تعالى احكي له وقول له لو كان نزل تحت وتعامل مع البني ادمين كان ياخدني مثل اعلى ليه بالفشل زيك كده يا حبيبي. احكي له ايه؟ ده مش بيحس. لا انا قصدي يعني مش بتحس اللي عملوه فينا تحت. تحت موت. بصوا انتوا الاثنين انا زهقت منكم، اثنين فشلة واتضايقت بيهم، اقعدوا على جنب مش عاوز اسمع لكم بس. يا بليز لما نشوف المصيبة اللي وقعنا فيها. هو اساسا مش تبنى كلمه ليه؟ على طول كده كده كده. انا زهقت منه بصراحه، انا زهقت. وانا كمان ده مش طريقه خالص. انا مش عارف ليه اعمل لي وقت. اقول لك انا اساسا تعبت، يلا رايح شويه. بقول لك حاجه، احنا بعد ما نخلص من عند الكبير نطلع على مطعم بره. نجيب ايه؟ نجيب مرسى وناخد في حته ولا حته كبيره ولا حته صغيره، اوكي؟ بس استنى. يا كبير يا كبير يا كبير يا كبير. اطلب عليك. ايه ده؟ ايه ده؟ عنده سؤال. هو احنا هنحارب الملايكه هنا ولا في مكان ثاني؟ هنحارب مين يا مساعد؟ الملايكه. هو احنا مش المفروض نحاربوهم بقى كده وكده بقى؟ انا اتشل بمصيبة واحدة مش كفاية اتنين يا ابليس. مش عاوز اسمع نفس كمان. حرب ايه وبتاع ايه؟ يا عم ما انت شاطر، امال نفسك من الصبح حليب وهيخليها كلنا. بقول لك على حاجه، بص يا جمايكا انا يعني مش عارف انا اعمل ايه بصراحه. تعبت يا عم تعبت. يلا نلعب. نلعب يلا تاني. يا ولد يا ولد تعبنا نمشي نلعب فيه. ماشي. هات ايدك يا حبيبي يا حبيبي. انا عاوز اعرف احنا ازاي هنقبض على ارواحنا. لازم اقول لازم. يا كبير يا كبير يا كبير مش هنخلص. انا بصراحه يعني عاوز اعرف هنقبض على ارواحهم ازاي. انت فاشل وطول عمرك عايش في الاحلام. هنقبض على ارواحهم ازاي يوم؟ هو احنا مش مستكفين هنا عشان نقبض على ارواحهم ونجري؟ وانا بقول الكبير كل شويه يقول انا مش عاوز اسمع نفس عشان كده. انا اتشل وتحصل لي مصيبه منكم وافضل وحرين. احنا برشام، حد يديني برشام. مش عاوز حد يسندني يا مساعد. احنا هيجوا الملايكة يقفوا هنا وهناخد الناس بتاعتنا ونمشي من غير حرب. ايه ما بينك يا كبير؟ انا اساسا مش مطمن. انت فاشل عشان كده اول مرة تشتغل. بقول لك طب يا كبير انا حاسس ان اللبس ده مش عاجبني يعني. ممكن نروح نرجع لك تاني. روح قبل رجع. انصرف انصرف. انا هطلع بره اشوف الامه اللي انت وجعت قلبي. يلا يا جماعه يا حبيبي. يلا يا جماعه انا مش شايف حاجه خالص. فينك يا ابني؟ فينك؟ ايوه يا ماما انا هنا جنبي. انا مش شايفاك يا حبيبي. هو ايه اللي حصل يا تصنع؟ هو ايه اللي حصل يا تصنع؟ انت فين يا استاذ وديع؟ ما ترد عليها يا عم وتقول لها اللي حصل الناس المسؤول عنه. مش انت عامل الخدمه برضه؟
ايوه ما انا معاكم وزي زيكم. انتوا اللي اصريتوا ان احنا نيجي واحنا اللي بنعملها في قاعة من القاعات، اصريتوا ان احنا بنعملها تمهيدي، دايما تتحكم فيه. ايوه وده ماله ما انا هتتكلم فيه. انا اصلا كنت عايز. انت طول عمرك عايز بس تتحكم فينا، عايز تقول احنا اللي ننفذ، عايز بس حاسس ان انت المسؤول، وطالما انت المسؤول يبقى انت كمان مسؤول تخرجنا من هنا. ايوه انت المسؤول، قول لنا احنا فين وخرجنا من مكان الضلمه ده. يا جماعه مش كده، انتوا ليه مين الذنب عليه؟ وهو لقمه معانا وزي سيدنا. سيبيهم يا تصوني، خلوا روح الخدمه تبان فيهم. روح الخدمه دي يا استاذ انت اتعلمتها منك. انت اللي انت اللي دايما بس بدل تعرفوا شوفونا حاجه من هنا. انا كده اتاخر مش هلحق شركه صاحبتي. عقبال شركتك يا فندم. عقبال ايه بس؟ انا كنت حاسب هتنقل عيني واتجوز. اللي محيرني التليفون بتاعي مش لاقيه. كنت كلمت سيدنا وكلمت ابونا، شاف لنا حل في المشكله اللي احنا فيها دي. يبقى انتوا التليفون بتاعك ما تشتغلش السلام يا جماعه. اكيد اتسرقوا وانا تليفوني ضاع. اقول ايه لجوزي دلوقتي التليفون جديد؟ اقول ايه التليفون ضاع؟ يخرب بيتي التليفون ضاع. بس التليفون ده لا ده كده كتير قوي. يا كبير يا كبير يا كبير يا كبير يا كبير. هو غباوته ما فيش غيره. وانا كمان يا كبير. بس ايه رايك باللبس ده واحد؟ ايه كيس الخيار اللي انت جايبه هنا يا مساعد؟ احنا عايزين نتعشى يا كبير. في شياطين بتاكل خيار؟ هنعمل ايه بس يا كبير جعانين؟ انت تحديد مين بني ادمين؟ ما احنا عايشين يا كبير معاهم، هنعمل ايه طيب؟ ما تخافش، اقعد هنا وبقيتين. بص شايف دول مقيتين يا مساعد. ترزع هنا ترزع. اقعد سيبك ده الواحد تاني. ايه يا عم؟ ايوه انت ساكت ليه؟ مش انت اللي سايق؟ ايوه انا اللي سايق. طب ما تقول انتوا ليه هنا؟ يا جماعه انا تفهم الموضوع. احنا عملنا حادثه ومتنا. ايوه متنا. اشرح يا عم. انا فاكر ان احنا عملنا حادثه والعربيه اتقلبت بينا وانت كنت ماسك ايدي. قلنا لا بيقول لك موتنا حد بعد يقوى عليك. موتنا انا ما كنتش لا يا جماعه ازاي؟ انا حتى لسه خاطر وبعدين نبدا. لا انت اكيد بتهزر. ايوه اكيد بتهزر. احنا سلام احنا سلام. انت اكيد بتهزر. انا كنا مالك لو فاكر. قول لنا لا احنا سلام. فوقي انت متاكد يا اسطى ان احنا متنا؟ ايوه متاكد. وانا يعني اضحك عليكم؟ احنا عملنا حادثه ومتنا وادي الدركسيون في يدي. هو ده مش بحبهم خالص. هنعمل ايه طب؟ يا ابني المحظوظ يا ابراهيم، الواد ده هرب من الموت. قال لك وراء المكنه وانا اللي رفضت. يا ريت كنت سمعت كلامي. ابراهيم محظوظ. اوعى تقول لي اتفقت عليك. انا بقى اعرفه من مره. محظوظ قوي. وماشي ليه ورانا؟ لازم يلزق فينا؟ يعني لازم يلزق فينا؟ دايما يلزق فينا طول عمره. حول الله يا رب. هو انتوا العربيه اللي اتقلبت ودخلت فيها الله يسامحكم المكنه عليها صح؟ وصلت ايه يا عم؟ انت دلوقتي ميت. طب كويس اللي سمحت عليا. بتهزر؟ انت رايق صح؟ متنا. ايه يعني متنا؟ قدم خلاص متنا. اعمل ايه؟ انا طول عمري عايش حياتي بالطول وبالعرض، شايفها بالالوان. اول مره اشوفها ضلمه كده. كنت عارف ان الدنيا دي مش هتدوق، وان في يوم هموت، بس ما تخيلتش انه هيجي فجاه كده. ليه كده يا
وتغيري وتلبسي. امال انا بقى اعمل ايه؟ انا لسه خاطب وكنت بكون اسره ومستقبل. اعمل ايه بقى دلوقتي؟ ليه يا رب؟ ليه يا رب؟ انا لسه صغير. وبعدين انا كنت بحرم الناس من حاجات كتير. كنت كل فلوس غربتي وتحويشة عمري شايلها في مكان محدش يعرفه غيري. واستاذ وليد انا كنت بشتغل اليوم كله وكنت بصرصر في نفسي واحد سفلاجي. بعدين كمان حتى لو شوف كنتش بدفعها وبقول هيجي في اخر السنه وادفعها كلها. اديني ما لحقتش وكنتش عامل ان انا هموت كده في لحظه. كمان فلوسي دلوقتي راحت عليا. قد ايه انا كنت غبي، قد ايه انا غبي. مش انت وحدك اللي طلعت غبي، وانا كمان طلعت اغبى منك. لما فكرت ان الحياه ابني واكنس، فكرت ان انا هحوش فلوس وبس، رغم ان انا خادم اتعلمت في الكنيسه وتعلمت بالانجيل وتاريخ ده كله، وبعدين مت. وبعدين قصرت كمان في حق بيتي وفي حق اسرتي، وقصرت مع كل الناس. في الاخر مت. ما تفكرنيش، انا سايبه بيتي واطفالي وعيال صغيرين. اعمل ايه؟ انا خايفه ان هم يعملوا حاجه في روحهم. اعمل ايه يا رب؟ ما تخافيش يا ماما، ربنا يساعدك. اكيد يا ابني، بس دول صغيرين. وياما ابوك قال لي انتبه للبيت، قلت له انا بخدم في الكنيسه وبحب اخدم. قال لي انتبه اولادك محتاجين. انا فرحان قوي، مش زعلان، مبسوط ومش خايف، عشان ربنا دايما كان بيحبني، هيساعدني عشان اكون معاه. يا جماعه ما تقولوش كده، امنوا بإرادة ربنا. لم حتى منكم خدام وعارفين ان ربنا دايما بيختار الصالح، عمره ما يختار. اقول لكم ايه؟ المفروض تامنوا بإرادة ربنا. صح يا عمو، انا فرحان قوي عشان اشوف بابا يسوع. مش المفروض ان احنا نكون في السماء ما نكونش هنا؟ ايوه صح. ايه المكان ده؟ احنا خدام والمفروض نكون في السماء. ايه المكان الضلمه اللي احنا موجودين فيه ده؟ اكيد دي هيوان او احنا بنحلم او ده كابوس وهنفوق منه. يا رب يكون ده حلم او كابوس افوق منه مخدود وخلاص. انا شفت احلام كتيره، بس الحلم ده مش حلم، ده كابوس. انت دايما متاخر وجاي عكس مواعيدك. انت لو كنت اتاخرت لحظه انا كنت واخد الناس دي وامشي. ايوه امشي. تاخد مين؟ انت مالكش سلطان تاخد اولاد ربنا. دول كانوا ولاد ربنا، لكن دلوقتي ايوه ولادي. على شكل حساباتك غلط المره دي. ربنا حساباته كلها صح، واولاد ربنا هيروحوا لربنا الملكوت اللي انت اتحرمت منها، لكن ولادك زي ما تقول هيروحوا معانا لانهم ما يستاهلوش يروحوا السما. انا ما انطردتش من الملكوت. ايوه ما انطردتش. الناس كلها فاكره اني انطردت من الملكوت. انا ما انطردتش. ده كبير. انا سبت الملكوت ده بمزاجي لاني ما بحبش اكون خدام زيك. هو انت لسه كبرياء مليك ومش مقتنع ان ربنا هو اللي خلقني وخلقك؟ لا مش كبرياء. العزة والكرامة فوق مع ربنا في السماء اللي انت طلعت منه. انت عرفت ده مش كبرياء، ده عزة كرامة حلوة تحت ايد جيوش اعمل اللي انا عاوزه. العزة والكرامة فوق مع ربنا في السماء اللي انت اتطردت منه. لا انا ما اتطردتش. ما انطردتش يا كبير. ما انطردتش. انت اللي تقول لي اتطردت. يا كبير خد نفسك. يا كبير. ايه يا كبير؟ ده حته ملاك يا راح اقول لك ايه؟ ايوه هات نفسك بقى يا جامايكا. هات لي كرسي الرشام. نفس الكاميرا يجيب جلطه تعال. اهدى شويه. اسند يا ابني. يا كبير بيني وبينك انا خايف من اول. انت عارف ليه؟
من 3 سنة واحنا بنيجي هنا ونروح مليانين. ايوه صح مليانين. ارجع ورا يا غبي يا اللي مش بتفهم. يلا خلصنا ملاك عشان نمشي، ورانا ارواح ثانية لازم نقضوا عليها. احنا ورانا شغل كبير يا كبير. انت واقف عشان تاخد الناس بتاعتنا. حاضر يا كبير. انت تعالى كده. كانت كمالك سفر الحياة. كرولوس. ايه ده ولا فظيع؟ ما عملتش حاجه ده معقول؟ يا نهاري ايه ده؟ ما عملتش حاجه؟ ازاي يا كبير؟ ما احنا شغالين النهار على الفيسبوك والنت والمحلات والكافيهات. بس انا خلي بالك كتابه جيب له علبه لبن كانت موجوده هنا خلي بالك. تقصد فعلا علبه لبن يشربها؟ ما تحسبهاش دي. يا نهاري ايه ده؟ لا انا مش مصدق نفسي، ده طلع مننا. كنت أمينا في القليل، ادخل إلى فرح سيدي. ما تقلقش، انت وشك فقر من يوم ما عرفتك. اسكت خالص اسكت خالص، جبت لنا العوار. بعد خلصنا يا ملاك. روماني. اوعى يا حبيشي. استنى يمكن الميزان بيخضرك. الميزان بيخضرك؟ الميزان شغال يا كبير، الميزان شغال. الميزان شغال يا كبير، الميزان شغال. يا مساعد يا خبير بيك ضحك البني ادمين علينا. روح الله يا كبير. وما تخافش في لسه كتير وحاجات. يا بليز يا بليز اكرمنا يا بليز. كنت أمينا في القليل، ادخل إلى فرح سيدي. أمان. اسلوبها بشكلها كبير دي. كبيرة دي يا أمان. اكرمنا يا بليز. اكرمنا. يا رب ليه كده؟ لا لا انا كنت خاطره وكنت بحفظك في بيتك وكنت بربي اولادي وما كانش اولادي وما كانش لا انا ما بحبش النار. لا دور يا ملاك، اكيد هتلاقي حاجات كتير. اكيد انا كنت بخدم ليل ونهار، انا كنت بخدم. دور اكيد هتلاقي. انا ما بحبش النار، انا مش عايزه اروح النار. لا صدقيني هي دي كل أعمالك، للأسف اسمك مش موجود في سفر الحياة. ومالها النار؟ احنا عايشين فيها ليل ونهار مبسوطين. حلوة. ولا انا مش عارف والله. انت ناسيه اللي كنت بتعمليه. ناسيه. بس انا جيت في البيت لما واحد يورو عندي. واحد يورو. فاهم. مش فاهم يا بتاع السفلاك. يلا يا وليد. ايه ده؟ ازاي؟ انا ما عملتش الحاجات دي كلها. ازاي يا بنتنا في طب
وش اللي زاد شويه كمان. يا رب يا رب انا طول عمري بخدم في بيتك وبخدم كنيستك. يا رب انا ما بفوتش ولا قداس ولا تسبحه، بعمل كل وصاياك، بزور المرضى. يا رب كل التسبحه بحضرها وبتناول وبحترم. انت كمان يا ملاك دور يا مساعد، دور على ورقه عندك. صدقني انا بدور لكن لا من غير لكن اكيد هتلاقي حاجات انا متاكد. اسمك مش موجود في سفر الحياة. لا ايوه لقيتها. ايه ده؟ العاشور العاشور انا بدفعها بس كنت هدفعها في اخر السنه. استنى ستوب. انا اللي كنت بخليك تدفع العاشور وكنت بقول لك حوشها. ايوه انا اللي كنت بقول لك ما تجيبش خشبه على فلاكي. كنت هجيب والله. بسبب كلامي انا اللي كنت بخليك تهتم بجمع الفلوس، وانا برضه اللي كنت بخليك ما تبعتش فلوس لاهلك عشان انت طماع والطمع مليك وبتخدم واسمك بتخدم، لكن الطمع بتساعدك جواك ومحبه المال والكنوز. انا ابن يسوع. انت مش ابن يسوع، خدوه بره. إبراهيم ارفع فوق يا ملاك، ولا انت مالكش شغلانه صح تعرف تعملها؟ ايه ده؟ ده ظلم، انا ما عملتش كل ده. هتعمل حاجه يا عم ملاك؟ للأسف اسمك مش موجود في سفر الحياة. ازاي؟ ده انا خادم، وبعدين سيدنا لسه رسيل الشماس. دور ده ظلم، الميزان ده بايظ. ظلم؟ بايظ؟ انت اخر واحد تتكلم عن الظلم. انت ناسي كنا بنخرج سوا نعمل ايه انا وانت؟ ناسي لما كنا بنروح السهرات في الكافيتريات؟ انا عارف. ناسي في الليل كنا بنعمل ايه مش عارف؟ ناسي الجنسيه؟ كافتيريا الباشا. هنا وهناك. ناسي كل حاجه ليه؟ يا ناسي ولا ايه؟ ناسي يا عم، هو احنا اصحاب اصلا. طب انا هفكرك بقى بالبنات اللي كنت بتمشي معاهم وكل حاجه وضحت. خلاص البني ادمين يا ربي عمار تاخد في وشك كده على طول مش ماشي. نظرا للتعاون معانا وعارف طريق النقل يا ريت انا عملت دي في النار على وش البوتاجاز يعني كده. انا ناسي اول حاجه يا مساعديني. البني ادمين دول دايما ينكروا الجميل اللي بنعمله فيهم. اظبط لكل واحد كل حاجه بالشعر يا مساعد وما بتخلفش، وفي الاخر عاوزين ينسبوا الحاجه دي ليهم. لا عادي. وبعدين يا مساعد كل سنه يجوا هنا في الكنيسه مش عارف اليونان ايه يمثلونا يا مساعد بيعملوا دور شرطي يا كبير هم بيجوا الوقت وبعد الساعه بالظبط الا 5 هيطلعوا خلاص ناموا. حاضر. فيرونيكا انت فكرت ليه تحط ورق؟ صدقيني هي دي كل أعمالي. ازاي؟ لا ادور تاني. انا عملت حاجات كتير جدا. للأسف اسمك مش موجود في سفر الحياة. الزمة في خاتمة شكلها كده احنا عايزين
بس اللي كنا بنعمله زمان. زي ايه يعني؟ مش فاهمه ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ انا اللي كنت بخليك تبان وانت صغير قدام الناس باحترافك، وانا اللي زرعت بقلبك تتكبر. انا مش كذاب، مش كذاب. انا اللي خليتك تعملي كل حاجه وتلبسي احلى لبس. انا اللي خليتك تشمتي صحباتك فيكي. كل ده عشاني انا، كنت بتخدميني انا. كل حاجه كانت بتعمليها علشاني انا. لا لا لا، انا كنت فاهمه للرب مش ليك. كنت من بره مصادر كده الرب، لكن ما كنت بتخدميني انا. انت كذاب. طلع بره. لا لا استنى، ما تنسونيش يا رب عشان استكفينا يا كبير كده. افرض يا ابني في حاجه تقيله جايه. رمنا يا ابليس. وديع. خش يا وديع يا جامد. عملك من الاول لاخر سودا. لا ده ملوش الحساب ده، ده حسابك. ده ملوش الحساب ده. حسابي يا عناس يا شيطان يا حساب وديع اهو. ما عملتش ولا غلطه. استنى اقول لك، انا عارف. انت ما عملتش ولا غلطه، دي حاجه انا عارف. انت كنت بتخدم في الانجيل ودي حاجه حلوه، وكنت بتوعى وكنت بتدي مدارس احد وكنت امين. انا عارف كنت دايما مواظب على الصلوات، مواظب على الصلوات. ايوه زي السنه اللي فاتت، وانت لسه زي ما انت بتخدم في الشباب وبتخدم في الشباب وفي الحركه. كل ده كمان انا عارف. صح؟ انا طول عمري كنت. ايوه كنت اناني، انت مش بنفسك. كنت بتحب من حق الظهور والناس، كنت بتعمل كل حاجه عشان مجدك انت والناس دي. ايوه تحكيك وتقول انت امين خدمه، انت ليك شأن عظيم، انت شيطان ملعون. هو ده اللي شاطرين فيه في الاخر. لكن خلاص، حتى لو كنت حافظ كلام الانجيل برضه انا حافظه اكتر منك. انا خادم وديع. انت هو باين حتى طلع على اسمك. اسمك وديع يا وديع. تقدر تقول لي قدام الناس اللي قاعده دي انت اخر مره قلت فيها واعترفت ولا لا؟ اقول لك تقف في فصل مدارس الاحد فرج يا ابن عمي صديقي. ايوه خش يا كبير خش. يا جماعه التناول اهم حاجه، لازم كل واحد يتناول ويقرا في الكتاب المقدس. بيتناول. ما هو ده اللي جابه عندنا. خلاص انت شيطان كذاب. خلاص كل كلامك ده ملوش لازمه عندي. خلاص ارجوك ما تسيبنيش، ارجوك ما تسيبنيش. كله بره. انا اكبر مكان عندنا. اكبر مكان؟ ده انا داخل الفرن من جوه. تعالى يا وديع. انت بتعاند مملكتي، انت بتعاند مملكتي. انتوا ايوه ما تنسوش نفسكم، كل واحد منهم هيجي عايز يتحاسب. هقول لكم على حاجه، انتوا قديسين، انتوا ملائكه، انتوا مش محتاجين حاجه اكتر من كده. انتوا في الطريق اللي انتوا ماشيين فيها دي هيخش الملكوت، هتخش الملكوت، بس امشوا في الطريق اللي انتوا ماشيين عليه ده وانتوا هتوصلوا الملكوت. انت انا عارف انك بتيجي تصلي، يا ريت بعد الصلاه تروح تتفسح مع اصحابك في المكان ده مش مشكله، ويا ريت كمان تشتم عادي، الشتيمه مش حرام، ما تبقاش متعصب. انا بوصل لكم كلكم كلمه، دينا معاد هنا، ومش دي نهايه كل حساب. انا من 8000 سنه، من 8000 سنه وباخد ناس زي كده مستنيكم كل سنه. انت لو جاكيت ازرق اللي واقف هناك، لا مش عاجبك كلامي، مش عاجبكم كلامي.